مع حضراتكم في صالون سيدتي، ويمكن الفقره دي مهمه جدا لكل الفتيات والسيدات. اكيد احنا بنحب الميك اب والمكياج، نعرف احدث الالوان، ازاي نستخدم الفوندوتان صح، ممكن بالليل ازاي يبقى المكياج لو الصبح. هي شويه نصايح كده. اكيد كمان هنتكلم عن نصايح خاصه بالعروسه، ازاي انها تعمل مكياج مناسب جدا ليها، وايه ازاي تعتني ببشرتها قبل فرحها ان شاء الله. معانا خبيره التجميل ريهام جهاد. اهلا بيكي معانا يا ريهام. اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه ريهام. طبعا احنا مقبلين خلاص على فتره الصيف، فاكيد بتبقى الافراح اكتر والعرايس اكتر، وحابه ان هي تعرف احدث خطوط الموضه. مش هنتكلم كمان على العرايس بس، هنتكلم عن المعزومين. اكيد برضو يبقى مهتمين ان هم يعرفوا احدث خطوط الموضه، فعايزين نعرف حضرتك احدث خطوط الموضه في المكياج بشكل عام الاول. طيب انا هنصح بس العروسه اللي فرحها قرب ان هي ممكن تعمل الميك اب هو نفسه اللي بتعمله وهي بتحضر ايفنت، سبيشال ايفنت تعمله يوم فرحها. تمام. وده هيبقى حاجه لطيفه جدا، لان هيبقى طبيعي اكتر، وهيبقى الفستان بلس الميك اب بلس شعرها بلس لو هي محجبه، ده اللي هيديها اللوك الكامل ان هي تبقى عروسه. لان في بنات بيبقوا في العادي بيحطوا ميك اب حلو قوي، يجوا يوم فرحهم يافوروا بقى بالظبط تقول انا عروسه بقى فلازم ابقى مختلفه واكتر ده واكتر ده. لا، بنصحها ان هي تحط هو في ناس ما نفس بيلاقيش عليها الميك اب الكتير. بالظبط. في ناس ما بيعرفوهاش سيريسلي، بيدخلوا هي هنا هي فين فلانه منى زي فرح منى مثلا، انا سهير تاني لازم كده انا يا استاذ. بيبقى الموضوع صعب شويه. فلا تروح تفتكر هي اكنها رايحه فرح واحده صاحبتها جدا، عيد ميلادها، سبيشال ايفنت، وتعمل الميك اب على اساس كده. وده هنعمله النهارده في الديمو، وبلس الطرحه بلس شعرها بلس الفستان. هتلاقي الموضوع كله ان هي بقت رقيقه سمبل وهاديه ومشرقه، وهي مش حد تاني. احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم معاكي، وهتعملي لنا زي ما قلتي ديمو لميك اب ايفنتس، يعني اي مناسبه احضرها، سواء كنت انا عروسه او هحضر مناسبه، ده ميك اب لطيف ومناسب ومش اوفر وانتو فاشن. طيب احنا هنقول حاجه بقى. نبتدي الاول باهم حاجه او اكتر حاجه كارثيه بالنسبه لاي ست بتفكر تحط ميك اب، وهي البيز، الفاونديشن. اي واحده في الدنيا لو حطت فاونديشن كويس المشكله اتحلت. بالظبط. اختار ازاي الفاونديشن المظبوط؟ اوكي. طيب في دلوقتي تقنيه الاير براش، يعني النهارده هنعمل، بس انا عملتها قبل الهوا عشان بيبقى صوته عالي شويه فيقعد معانا في يهزنا قبل كده على الاستوديو. فكره. بالظبط. كان حلو قوي. وهو عباره عن جهاز بيرش الفاونديشن على زي بخاخه كده، زي بخاخه بالظبط. بيرش الفاونديشن عن طريق الهواء، بيخلي مفيش طبقات بس اهم حاجه كمان اختيار اللون المناسب. ما هو ده المشكله بقى، اختاروا ازاي اللون المناسب ليا. يعني اديني فين المكان. عاده لما بنحط فاونديشن بنروح مجربين كده، او انا واقفه قدام التستر انا واخده الفاونديشن وحطها على ايدي. طيب. هل ده المكان مظبوط؟ اللي اثبت منه هنا حته على الوش نفسها، لان عمر ما ايدينا بتبقى واخده نفس لون وشنا. ساعات لو مثلا واحده بتسوق هتلاقي ايديها واخده الشمس كلها وهي بشرتها افتح، والعكس. في ناس كمان بشره وشهم بتغمق اكتر من جسمهم، فهنلاقي ان الموضوع مختلف. فاحنا بنعمل تيست للفاونديشن، بنعمله هنا وبنسيحه بايدينا ونشوفه فارق، اغمق افتح ولا قريب من لوننا. بنختار دايما اللون القريب من لوننا. وبرده بنصح البنات اللي عايزين يفتحوا بشرتهم، في عندنا ثقافه انا عايزه ابقى بيضه ومنوره فبقول لهم لا، مش هتبقوا انتوا، الصور مش هتبقى حلوه. هيبقى نبقى حاطين لاير ميك اب عشان نغطي اللون الاساسي. الوش بيبقى ابيض والرقبه سوداء ومنظر بيبقى عجيب جدا. بيبقى وحش جدا، بيوحش ما بيحليش. صحيح. بالظبط. فكل ما كان الفاونديشن نفس لوننا، مفيش طبقات كتيره، مفيش كفرج عالي قوي، بيبقى الموضوع سيمبل جدا. لان كل الناس اللي في الفرح بييجوا يبوسوا العروسه مخصوص عشان يشوفوا الميك اب من قريب. مش فاهمه قوي جدا. طب ريهام، انت قلتي في الاول مكياج العروسه تبقى بسيط، يبقى يعني مش تقيل قوي، وبتبقى مشرقه. طب عشان كده برضو لازم يكون عندي ان انا مهتميه ببشرتي، لان لو البشره ضعيفه او تعبانه لو حطيت ميك اب بسيط مش هقدر اداري لو في عيوب. طب قبل مثلا بكام يوم او كام اسبوع ابتدي اعتني بالبشره علشان يبقى في الميك اب سهل وبسيط ومشرق؟
يعني ايه الحاجات اللي اعملها كده نصايح؟ طيب هنعمل حاجه لطيفه جدا قبل الفرح بشهر. نبتدي هو المفروض يعني من الاول خالص في عنايه اسبوعيه وعنايه يوميه، بس مش كلنا بنعمل ده. فنبتدي نعمل اول حاجه نجيب معامل حمايه من الشمس نحطه واحنا نازلين. معامل الحمايه ده ما بيخليناش هنغمق وهنسمر وكل حاجه، بس بشرتنا هتستعيد لونها تاني بطريقه صحيه، مش هيبقى عندنا بقع غامقه او بقع ايه فاتحه. الرقم الصح في 50 بلس 50 بلس. موضوع 100% ده اتلغى عالميا. هو بس حاجه كوميرشال عشان الناس تقول انا جبت احسن حاجه 100%. فلا، هو 50 بلس للشمس بتاعتنا، لان احنا الشمس بتاعتنا قويه جدا. وللبشره الفاتحه بتحتاج كمان سان بلوك اقوى. البشره القمحيه بتستحمل شويه، بس برضو خلينا في 50 بلس، لان درجه الحراره بتقلب عندنا 50 40 يعني. صح. 40 في الظل. 40 ايه امبارح 50. عربياتنا كلها كانت جايبه 50 امبارح. بالظبط. دايما استاذه ريهام بتبقى في مناطق في الوجه بتبرز الجمال او بتبرز شكل الميك اب، زي مثلا الرموش او الحواجب. عايزين نعرف برضو احدث خطوط الموضه في الرموش. يعني هل مثلا دلوقتي انتوا بتستغنوا عن الماسكرا برموش صناعيه وهي الاحدث دائما والعادي الناس بتستعملها عادي دلوقتي في حياتها، يعني ممكن تبقى حاطه رموش صناعيه وما تحطش ميك اب خالص. فعايزه اعرف برضو الحديث في الموضوع ده. طيب في حاجه الرموش طبعا اتس فيري ترندي السنه دي، سواء عروسه سواء بنوته عادي بتحضر ايفنتس او حتى بتشتغل. لان في حاجه اسمها الرموش الدايمه دي، براجعها كل العرايس بتقعد 6 شهور وما بتضرش في الرموش خالص. هي لطيفه في ايه؟ ان هي بتبقى جاهزه. مثلا واحده عندها شغل كل يوم ولازم تبقى حاطه ميك اب، بتروح عامله الرموش الدايمه دي بتقعد 6 شهور معاها وتنزل، بس بتحط ليبستيك، ولو هي مجهده بتحط كونسيلر وتنزل. صحيح. بتوفر وقت كتير جدا. طبعا. للعرايس بيبقى طبعا ما عندهمش وقت ان هم يحطوا ميك اب كتير ويهتموا بنفسهم، ودايما قبل الفرح بيبقى شكل العروسه وحش قوي. صحيح. فعلا مشاوير والشقه والتوضيبات، فيعني كده هلكانه من المشاوير. هلكانه. فالرموش بنصح بيها اللي هي الرموش الدايمه. لو مش عايزين نعمل الرموش الدايمه نعمل اللي هي داي باي داي، دي مهمه جدا. خطوط الميك اب السنه دي رموش وحواجب. فالحواجب نعملها فاتحه وتخينه نتخنها، اوكي، لكل واحد طبعا. يعني انا بقول الخطوط العامه، بس ممكن حد ما يلاقيش عليه الحواجب الفاتحه، ممكن حد ما يلاقيش عليه الحواجب التخينه. بس لو عايزين نعمل ميك اوفر لشكلنا والحواجبنا وكده، نغير في شكلنا، هنتخن حواجبنا، هنحاول نفتحها عن لونها شويه، هنحط رموش يعني ده. وبعد كده بقى الفاونديشن يبقى مناسب، الليبستيك نلعب بقى الوان جدا طبعا. يعني الصيف بيحب الالوان. طب بما ان الصيف بيحب الالوان، الصيف برضو بيحب التان، اللون البرونزي وكده. ناس كتيره جدا بيبتدي يخش الصيف بتبتدي تميل ان الميك اب كله يبقى على اللون اللي هو البرونزاج وتبتدي تاخد اللون. وفي ناس بتنزل مخصوص البحر وبتاخد لون عشان يبقى ده لونها الطبيعي. هل العروسه تحبي انها تاخد المود ده ولا خلينا في النورمال؟ خلينا في النورمال. لان عشان تاخد تان ويبقى مظبوط جدا وتظبط الفاونديشن مع، لان لازم بتبقى بتستعين بميك اب، يعني ما تلعبش في حاجه ريسك، تخليها في العادي يعني. بالظبط. لان كمان هي بتاخد تان بيبقى لطيف جدا، بس البشره بتبقى محروقه وناشفه، فبيبان الفاونديشن لما بنحط عليه، لما بيبقى فيه كلوز ابس بتلاقي العيوب البشره بتبان. بلس ان خليها هي لاكتر حاجه طبيعيه، غير لو هي عايزه تعمل حاجه ترندي بقى وتعمل لوك مختلف، she would go for a tan يعني. بس اللطيف يعني في عرايس بتحب اللون التان لما بتبقى عامله الفرح في الصبح ده كده ده او انا على معاهم بول، جدا. فبيحبوا دايما ياخدوا اللون التان ده. بالظبط. انا ده معاها جدا. يبقى لكن الاندورز لا، يعني لو انت عامله فرح اندور يبقى بلاش التان، يبقى كلاسيك شويه. لا بالظبط عشان ما تاخدش ريسك ان مثلا لون جسمها ما يظبطش مع لون وشها، خدت لون زياده، خدت لون اقل، فتحاول بقى تظبطه بالميك اب تحمص ولا حاجه. بالظبط. فلا خليها، لا يعني ما بحبش ريسك يوم الفرح. يعني في العادي وهي هتحضر حاجه كوكتيل بارتي، هتحضر فرح صحابها، عيد ميلادها، تعمل اللي هي عايزاه. لكن يوم الفرح لو اندور هنعمله حاجه كل ما كان هي اللي باينه وهي شخصيتها وشكلها وكده يبقى احسن. مفيش طبعا داعي للمغامرات يوم الفرح. بعد الفرح بقى اعملي انت عايزاه، هو عندك بقى بعد كده خلاص فرجي كل الاشكال، اتدبس خلاص. عموما نشوف تقرير عن فساتين الافراح، نرجع نستكمل حوارنا مع استاذه ريهام جهاد خبيره التجميل.
ورجعنا تاني لصالون سيدتي. وصالون سيدتي النهارده معانا فيه خبيره التجميل ريهام جهاد، ومعانا الموديل براء. اهلا بيكي. وقلنا ان احنا يعني في الجزء الاول من الصالون قلنا ان احنا اتكلمنا عن الميك اب بشكل عام للايفنتس وايه الحاجات المهمه ليه، ولكن هنطبق ده عملي على براء دلوقتي في الميك اب. بالظبط. انا قبل الهوا عملت حطيت الفاونديشن بالاير براش. هو بيحتاج بس ان هو يتفي بباودر. الباودر عامة بتثبت وبتدفي اللون، عشان احنا في الصيف اغلب افراحنا صح. فبيبقى فيه رطوبة وحر وكل حاجة في الدنيا. باودر بيبقى درجته ايه؟ ناتشورال. في باودر الباودر البروفيشنال بتبقى شفافة. بتاخد سكيل كبير قوي جدا من البشرات، يعني لما بحطها ما بتدينيش لون، هي بس بتطفي اللمعة زي كده، بتطفي زي النص ده كده، طفينا اللمعه اللي فيه، وبتثبت الميك اب. وانا بحب احطها بفرشه البلاشر. دي فرشه بلاشر بحب احطها مش بالسبونج. السبونج بتحط كتير قوي قوي، يعني زياده عن اللزوم. بنبقى محتاجين ان احنا بعد ما نحط بالسبونج ان نشيل الباودر الزياده بالفرشه دي. بنشيل بيها الباودر الزياده، لكن فرشه البلاشر بتحط الباودر مظبوطه. شفتي تمام. تحط طبعا في اجزاء معينه ولا اول اوفر كل البشره بنحط عليها، وهي الباودر اساسا مش بتدي لون قوي، يعني مش بتدي لون مختلف، فلطيف جدا ان احنا نحطها. الباودر الشفافه دي اول مره اسمع عنها. دي البروفيشنال اللي هي ما يبقاش باين ان انت حاطه. انا عايز اسالك على حاجه، ساعات في عيوب كده بسيطه في البشره. اكيد مثلا دي الوش بيكون مليان شويه، ازاي احنا بالميك اب بنعمل تريك صغيره جدا ولطيفه، ان هو اللون الغامق لما بنبقى لابسين مثلا اسود بنبقى شكلنا ارفع، لما بنبقى لابسين ابيض بيبقى شكلنا اتخن. فبنعمل كده برضو في الفاونديشن، بس مش بنحط اسود بقى، بنحط بني اغمق. يعني دي حاجه اسمها بلاش اول اوفر. ده بلاشر بيتحط على كل البشره. تمام. احنا هنحطه على المناطق بس اللي عايزين نصغرها نخفيها. بنعمل كونتورنج بيها. يعني مثلا نعمل هنا عايزين ننحت الوش شويه، هنعمل على التشيك بونز من ورا. عند منابت طبيعيه. بالظبط، عند منابت الشعر. ده بيعمل لي فريمنج، بيخلينا كأننا حاطين الوش في برواز كده لطيف، كأنها لوحه. بالظبط. كأنها لوحه. بالظبط. هو لون كمان حلو قوي. ودايما في مشكله الناس بتقع فيها، ان هم يحطوا فاونديشن وبعدين يجوا الودان يبقى لونها مختلف. فدايما بنحط يا البلاشر اول اوفر، يا اما لون الباودر، يا اما كده على الودان برضو، عشان يبقى كله باين ان احنا مش حاطين مش حاطين حاجه. طيب نيجي تحت الحواجب. نحط ده قلم مش ابيض، هو لون الجلد الفاتح. بينك. بالظبط، سكين كولر. بنحطها تحت الحواجب كانه كونتور للحواجب. كونتور بالظبط. ليه بيعمل ايه بقى؟ بصي، بينور الحته اللي تحت. بينور جدا، وبعدين بيحدد الرسمه بتاعه الحواجب. بيحدد الرسمه. بيحددها وبيبرزها. بعد ما بحطه ببتدي بايديا عادي جدا اسيحه. تمام. مش امسحه، اسيحه عشان ما يبقاش اوله باين فين، اخره بس يبقى عند الحواجب. فبيبرز لي الحواجب جدا. وبيبقى مات، يعني ما بقاش خالص موضه ان احنا نحط حاجات لامعه جدا بتنور سبوت اوف لايت كده، حاجه بتبقى بتنمى مش حلوه قوي. هو انا ملاحظه ان الترند بتاع الميك اب كله واللي طالع مات نادرا ما في اي حاجه فيها بالظبط. ما فيش، لا، حاجات بسيطه قوي، شاين شويه او ميتاليك. بالظبط. طب ممكن اسالك سؤال يا ريهام؟ دلوقتي في ترند طالع، او زي ما انت قلتي يعني الرموش ترندنج جدا. مع الرموش المود بتاع الريترو او الفينتج لوك، اللي هو بقى الايلاينر بتاع سعاد حسني وناديه لطفي زمان، وهند رستم، التخين والحاجات دي. هل ده يعني احنا لو عملناه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يبقى لطيف علينا؟ جدا جدا. يعني انا حتى هنا حتى مش حتى اي شادو، حتى ايلاينر الريترو لوك، وهتقل عليه كمان. ودايما في نصيحه بقولها لكل الناس اللي بيستعينوا بالرموش الزياده، ان احنا نحط على جذورها ايلاينر عشان ما تبانش. لان لما حطيناش على جذور الرموش ايلاينر بتبقى باينه شويه.
واحنا بنفتح واحنا بنغمض بيبقى فيه كده لمعه ان في حاجه مش طبيعيه موجوده. طب بصي في قصه بقى الكحل، يعني في كتير عيون مش بيليق عليها كحل من تحت. اوكي. طب هو الاتجاه ايه؟ يعني نحط كحل تحت ولا ممكن لو حاطين رموش وخط ايلاينر قوي وكبير مش مستحب ان احنا نحط كحل تحت العين. لو حاطين مثلا مش متقلين خط الايلاينر قوي وحاجه خفيفه ومش حاطين رموش ممكن نحط تحت. وفي لوك تاني ان احنا نبقى مفتحين شعرنا ومفتحين حواجبنا وحاطين اول اوفر بقى كحل فوق وتحت، والبقيه الميك اب يبقى شكله بيل شويه وليبستيك حاجه. ده زي ستايل اللبنانيين شويه كلهم قويين اللوك ده بالظبط. لطيف جدا. وفي كذا حد عامله يعني عاملينه بره. يعني الاجانب دايما ما كانوش بيحطوا ميك اب وما اعرفش ايه، فجاه دلوقتي بقى بيحطوا وبيعملوا سموكي ايز. بالظبط، سموكي ايز ولاشز طويله وكحل وفوق وتحت، فبقوا بيقلدونا. ايوه انا عايزه اقول لك ان انا لما بخش على الانستجرام على صفحات كتير خاصه بالفاشن والميك اب بقى عندي ذهول من ان الاجانب دلوقتي بيحطوا فول ميك اب. انتوا اتغيرتوا جدا يا جماعه. ايوه بقى الميك اب سحر الشرق كده. بالظبط. الخط الايلاينر العريض والروج وبيلبسوا دراسز فيها بايات وستراس بقوا بيقلدونا جدا، مش احنا اللي بنقلد. لا هم هياخدوا مننا احنا بقينا موضه. احنا عايزين نتكلم برضه على العروسه المحجبه يا ريهام. هل بيبقى الميك اب زي العروسه اللي مش محجبه ولا بيبقى فيه اختلاف ولا ايه؟ الحجاب عندي لو زودت الميك اب سنه هيبان كتير قوي. صح. قوي. فهو لان احنا شعرنا بيبقى يا بني يا اصفر، حتى افتح درجات الاصفر عمرها ما بتوصل للابيض. لكن الابيض لما بيبقى حوالين الوش فوقيه وتحت فبيعمل فريمنج قوي جدا. ببقى حذره جدا في الميك اب بتاع العرايس المحجبات ان انا ما ازودش وما يبقاش قليل، عشان لو كان قليل الابيض بيسرق الاضواء. ابيض حرامي اضواء، بيسحب من لون. ايوه جدا جدا بيبينها بيل. فلازم يبقى مظبوط، لا زياده ولا قليل، عشان يبقى هي والدرس والفيل وكله ماشي مع بعض وشكله حلو. طيب هل لمة الشعر مع او الكواف في والطرحه بتاثر على طبيعه الميك اب اللي انت بتعمليه؟ يعني تسريح. طب ازاي؟ اديني مثال. يعني مثلا لما بتجيلي عروسه ما بسالهاش انت عايزه تعملي ميك اب ايه، بسالها احكي لي الدرس بتاعك شكله عامل ازاي، هنعمل شعرنا ازاي، عايزه اللوك بتاعك في الاخر يبقى شكلك ايه، هل يبقى شكلك فانكي وعامله حاجه ترندي ولا يبقى شكلك كلاسيك ولا ايه. فلازم الدرس والميك اب والشعر او الحجاب يبقى كله ماشي مع بعض. انا دلوقتي حتى قبل الهوا ليب لاينر على الشفايف كلها وده بيثبت لي الليبستيك وكده، وهحط لون ناتشرال خالص هنا، لان انا العينين حتى ايلاينر وحتى لاشز والحواجب هنا هم متخنينها ومعرضينها ومدين لها اللون الفاتح اللي كنا بنتكلم عليه. فمديانا في سؤال كان دايما يتسال وفرصه انت موجوده جيتي للشفايف، خليكي تشتغلي وانا هساله لك. ازاي الشفايف اللي هي الناس كلها بتقول عليها بتبقى زي مقلوبه شويه، يعني تبقى شفه باينه اتخن شويه او اسمك شويه، بتعمليها ازاي التريك دي بالليب لاينر والروج؟ بنعملها بالليب لاينر. احنا كلنا شفايفنا عندنا خط خارجي كده بارز كل الناس، فبنيجي فوق الخط مش بعيد عنه على الخط نفسه بس من بره. يعني بنتكلم في نص ملي، يعني مش حاجه كبيره، ونمشي عليه من بره فتبان اخر الشفايف ان هي مقلوبه للي فوق. تمام. فتدينا الايفكت ده. بس انا بتكلم في نص ربع ملي مش عالي قوي على يعني. كل الشفايف. تمام. انا اللون هنا اللي حطيته نود كولر من الوان الجسم، مش حاجه قويه جدا، بس ممكن نحط هو هيدينا اللوك كده مختلف. لو حطينا الاحمر الريترو لوك هيدينا لوك تاني خالص. ما الليبستيك بقى الصيف كل الوان بقى عندنا الاحمر، الاورنج، البينك والبينك كل واللون الملن اللي هو الاحمر فوشيا ده يجنن. ده حلو قوي قوي. ولون شعرك
ما ينفعش اسيب معلق عليه شعرك برون شعرك موضه جدا، وعاملاه كذا حد على فكره. هي الناس مستغرباه، بس يعني هو واضح ان هو موضه جدا. لا هو لطيف. فاضل حاجه في الميك اب؟ احنا كده almost we're done. الميك اب هحط بس باودر على الحواجب. بعد ما بحط باودر على الوش بيبقى اكيد جه على الحواجب شويه. طب عايز اسالك حاجه بس، لو هحط روج احمر الميك اب في العين يبقى شكله ايه؟ هو الاحمر بيبقى حاجه اقلاع، بيدي اقلاع، بيدي يعني مثلا لو حطيناه هنا احنا عندنا ايلاينر ورموش، هنحط الليبس ستيك هيبقى احمر، هيبقى مدينا ريترو لوك. لو حطينا بينك هيبقى حاجه شويه كوكتيل. انا بس عايزه اضيف حاجه، الناس اللي عايزه توسع عينيها بنحط القلم اللي احنا حطيناه تحت الحواجب، هو هنبص فوق هنحطه جوه العين جوه. بالظبط كده. هيوسع العين ومش هيبان ومش لونه ابيض. بس ده الناس ده بيتحط لو انت مش هتحطي كحل. لا مش هحط كحل. انا حاطه ايلاينر فوق. احنا النهارده الميك اب سيمبل قوي، هنبص فوق. انا بقى عاجبني فيكي ان انت بتحبي البساطه يعني لطيفه. بصي بتمشي بكل حاجه، بعدين بتدي سبيس بقى في لبس بقى ولسه في اكسسوري وفي شعر. لما احط كل حاجه في وشي هكمل اعمل ايه بعد كده؟ يعني انا مش انانيه، انا ميك اب ارتست بس بدي فرصه لكل لبس والشعر بالظبط. لا وانتي كمان رقي كمان. طبعا جدا جدا، لان الوش ما ينفعش يبقى متغطي تحت الميك اب. لو اتغطى تحت الميك اب هيقلل من الشكل مش هيضيف. ريان بس معلش اخر سؤال، بيبقى فيه ناس كتير جدا لما ما بتحطش كحل تحت بيبقى شكلها بيل قوي او تعبانه عشان اتعودت عليه. اوكي ده اللي اتعودت يعني. تبدلوا الصيف ده تجرب حاجه يعني. فعلا الناس بيقابلوني تقولي انا لا يمكن امشي من غير كحل. قلت لها مش هحط لك في فرحك كحل. تروح وتزعل وتكلمني وازاي وانا عايزه كحل. قلت لها تعالي نعمل حاجه. رحت حاطه لها رموش فوق كتيره معقوله يعني على حسب، لان هي كان عندها رموش متوسطه حطيت لها اطول سنه وايلاينر فوق. قلت لها يلا انزلي روحي اخرجي مع اصحابك وخدي رايهم. اول ما شافوها قالوا لي لا ايه ده شكلك يجنن. فعلا هي الناس بتبقى حطت نفسها في حاجه وتعودت عليها، فصعب ان هي انا بشكرك جدا يا ريهام. ميرسي ليكم. نورتينا وموديل براء زي القمر. يمكن فعلا انا معجبه جدا بريهام انها يعني قالت حاجه لطيفه قوي، البساطه. البساطه هي الرقي في المكياج مهما عملنا، لكن اهم حاجه يكون عندنا وش صحي، صحتنا كويسه مع مكياج بسيط. ان شاء الله تكونوا معانا دايما للسيدتي. شكرا مشاهدينا، وان شاء الله باذن الله يوم السبت اسره جديده من سيدتي، واشكركم والى اللقاء.